ازيكم يا شباب ويا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا عايزكم تركزوا انتوا الاتنين في اللي انا هقوله ده، وعايزك تعمل منشن لابوك او امك لو عندهم فيسبوك، لو ما عندهمش وريهم الفيديو ده. ضروري ضروري ضروري. نركز بقى معايا. بنت دخلت تقول لي: للاسف انا ليا فتره امي تقول لي ربنا يكسر ظهرك ويتقطم ظهرك لو اتاخرت عليها في حاجه، او صحيت متأخرة شوية على الساعة 10 مثلا، عاوزاني اصحى معاها بدرس وانام بدري، وانا للاسف بحب انام جسمي ياخد راحته واقوم اشوف هعمل ايه في البيت وكده، ولو ما نمتش كويس ما بقدرش اعمل حاجة، واشد واشد انا وهي سوا، حتى اخواتي زهقوا من خناقها معايا، وكانت صحتي زي الفل، انا كنت اخصائية تغذية وعمري ما خدت برشامة، وكان المتنفس الوحيد ليا الجيم. فضلت فترة تقول لي: الهي تتني رقبتك، يا رب تتقطم رقبتك. دعوة امهات كتيرة قوي: يا ريت تتكسر رقبتك، الهي معرفش ايه، ماشي. لحد ما في يوم رحت الجيم ما كنتش عاوز اروح، قالت لي: لا انزلي، انت كنتي بتدفعي فلوس لله. قلت لها: مرات اخويا جايه بكره هتاخد ابنها. نختصر شويه، نختصر شويه. ليه؟ لا عندي ظروف مثلا في حاجه، ماشي. بتمرن، انزلي. وانا بتمرن ليا 3 سنين دلوقتي، كنت اوقات امرن زمايلي كمان، لعبت غلط وعكيت، المهم رقبتي في اليوم ده اتقطمت فعلا، جالي انزلاق غضروفي في رقبتي بين الفقرة الثالثة والرابعة، وانزلاق غضروفي بين الخامسة والستة، وللأسف باقي ظهري مموتني ولسه ما عملتش عليه أشعة. شوف ال ال الهم اللي فيه، وليا 6 شهور بتعالج وماشية بالمسكن. المحزن اني كنت هنزل شغلانة مش عارف انزل من الألم، وكمان فلوس اتصرفت على العلاج ومش عارف اكمل، وكمان دكتور العلاج الطبيعي عملت خطأ أثناء العلاج دمرتني خالص، دراعي بقى يورم لوحده، وكل علاجي باصت عضلات ومضاد التهاب من دعاها. بس دعوة كسرة قلبي وكسرة نفسي وقطمت ظهري. الرسالة محزنة جدا 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 يعني. أنا عايز أسأل سؤال بس معلش: هي الأمهات ليه بتدعي على عيالها؟ ليه يعني؟ ليه يا حاجة تدعي على عيالك؟ تدعي على عيالك عشان هم حالهم مش كويس، صح ولا غلط؟ فانت عايزه حالهم يتصلح، فندعي لهم ان ربنا يهديهم؟ لا، ندعي عليهم نموتهم. تمام؟ ربنا الهي تتكسر رقبتها ليه؟ هي عملت ايه عشان تتكسر رقبتها؟ انا مش فاهم يعني. صحيت متاخر، ما غسلتش المواعين، دي حاجات كلها ممكن نعاقبها عليها عقاب، انما نقول لها الهي تتكسر رقبتك ليه؟ هي عملت ايه حضرتك؟ ليه تتكسر رقبتها ليه؟ مش فاهم انا المنطق من الدعاء ده. زي برضو ما كان ليا ام بتقول لابنها، صديقي يعني: الهي اقسم بالله العظيم حصل، الهي يجي لك السرطان ويجي لك السل لحد ما ربنا ابتلاه. ليه؟ انا مش فاهم انا. والام تقول لابنها: الهي ربنا يخرب بيتك، او تقول لبنتها: الهي ربنا يخرب بيتك، البيت تتطلق وما تتجوزش تاني وحالها يقف. ما انت دعيتي عليها بخراب البيت، ما هو بيتها اتخرب وجت قعدت جنبك. الام تقول لابنها: الهي تتوكس. ما هو الشباب كلها اتوكست يا حاج، خلاص العيال كلها اتوكست، كلها قاعدين بقوا موكوسين. انا مش فاهم يعني، هو في كده؟ نفسي اعرف عمل ايه الواد. الهي ربنا يخرب بيتك ليه يا عم؟ في الهي تتقطم رقبتك ليه يا عم؟ في ايه؟ هو عمل ايه يعني؟ هي عملت ايه؟ هي حرقت لك الشقه؟ ولعت لك فيها بجاز؟ الهي ربنا يخرب بيتك، الهي تتقطم رقبتك، والهي يجي لك ما يحل فيك، والهي عربيه تدهسك، والهي ما اعرفش مين يهرسك. ايه يا عم؟ في ايه يا عم؟ ده الشيطان يبكي في الزاويه. في ايه؟ هو انتوا ليه كده يعني؟ طب ما تقولوا يا عم. مش انت بتحب ابنك؟ مش انت بتحب ابنك حاجه؟ اه انا بحب ابني وبحب بنتي وما اعرفش. طب ما تدعي لها: الهي ربنا يعمر بيتك، الهي يحرق ميتين شيطانك، الهي ما اعرفش ايه، يا رب تتساعدي قومي اعملي كذا. يعني مثلا نامت: يا بنتي قومي ربنا يهديكي، هتقوم.
ما هي الكلمه يعني، مش الكلمه هي اللي هتحركها، هي الكلمه. الهي ربنا يسعدك قومي، هتقوم برضه. ما قامتش في عقاب، مفيش دعاء. وانتوا ما بتحرموش؟ ده ايه الغم والقرف ده على المسا ده ولا على الصبح؟ في ايه؟ ليه الامهات تقعد تدعي الادعيه دي؟ وليه الاباء؟ لا الاب عادي، الاب لا مش عادي، الاب يعني اغلب الحاجه بيشتم، ولكن لو دعا غلط برضه ما تدعيش يا عم على عيالك يا عم. لا ربنا يتخرب بيوتهم يا عم، ولو اتخرب بيوتهم يا عم انت لا تقعد تعيط جنبهم، لو اتخرب بيوتهم. انما تعيش كده يا اخي، ادعي بالهدايه، ادعي بصلاح الحال، ادعي باي حاجه حلوه، مش تدعي لا ربنا يتخرب بيتك، الهي تتوكسي. ليه يا جدعان؟ عملوا ايه يعني؟ عملوا ايه؟ ما هو مش هينفع كانوا يجي يقولوا احسن عيالنا بايظين ليه؟ ما هو من دعاكم، ما انتوا دعاكم مستجاب. تيجي تقول العيل بايظ ليه؟ ايه يا عم؟ في ايه يا عم؟ ما تظبطوا الدنيا كده مع اهاليك. هي البنت خلاص بقى لها 6 شهور بنت باظت كده، في ايه بقى؟ مبسوطه انت كده؟ انت السبب على فكره. ما تقوليش لا اصل قدر، اصل لا، مش انت مش دعيتي عليها والام دعوتها مستجابه، خلاص يبقى انت السبب، خلاص هي خلصانه. ده انت قلتيها لها الصبح يا ستي، بعد ساعتين حصلت لها، في ايه؟ وخلي بالك الامهات اللي بتدعي ودعوتها ما بتستجابش هتيجي في مره تستجاب برضه، بس كل حاجه ليها وقتها. يمكن يا ستي ربنا بيمهلك مره 2 3. اصل لما نروح نقول لبنتنا الهي ربنا يخرب بيتك، ما هي مش هتطلق في ساعتها. ربنا بيمهل مثلا مره 2 3، بس لما تكون يا حاجه مصممه خلاص يا ستي بيتها اتخرب وقعدت جنبك وانت السبب. اهم حاجه انا عايز اقول لكم انتوا السبب، الاباء والامهات السبب. انا بحملكم المسؤوليه يا عم، بحملكم السبب يا عم، عشان ما تجيش تقول اصل هي اتطلقت علشان ما كانتش بتسمع كلام جوزها. هي من دعوتك، من دعوتك انت. بطلي تدعي انت، بس بطلي تدعي. مش فاهم انا، نجيب عيالنا بدل ما ندعي لهم وبدل ما نعملهم ندعي عليهم. ايه يا عم ده؟ في ايه؟ انتوا اعدائهم وانتوا اعداء. انا مش فاهم يعني في ايه. دي دعوه عدو لعدو. 2 اعداء مثلا قاعدين جنب بعض، ده يقول له لا ربنا يخرب بيتك، ده يقول له لا يا رب تتشل، ده يقول له يا رب تموت، ده يقول له يا رب تولع بجاز وسخ. هو كده اعداء. ماشي، لو اعداء اقول صح، واقف بقى اتفرج بقى شويه. انما تقول لابنها لا تولع بجاز وسخ. ليه يا ستي جاز وسخ؟ ليه يا ستي الدرجه دي انت كارهه جاز وسخ ليه؟ ده ايه الهم ده يا عم؟ نحسن الفاظنا شويه مع الناس يا عم، مع عيالنا يا عم. ما هو للاسف الهي تتشل. حلو قوي كده، حلو. لو اتشل هتفرحي؟ ما انت مش هتفرحي، ما انت هتقعدي تعيطي جنبه وانت اللي تمرضيه. فخلاص فالموضوع غلط. بس لو قلت له يا رب يا ابني يتصلح حالك يا ابني، بص يعني قوليها كده بغيظ، لا يا ربنا يتصلح حالك، خلاص انت طلعتي الطاقه اللي عندك وفي نفس الوقت دعيتي له، هيتصلح حاله. السلام عليكم.